أعمل إيه لو عايز أعد الحاجات الغير المعدودة؟ أنا عايز أعدها، بستخدم معاها أدوات تجزئة بنسميها partitives. يلا بينا ناخد أنواعها. أولاً أدوات الكمية العامة general partitives. أول حاجة منها كلمة a piece of قطعة واحدة من. بتستخدم مع إيه بقى؟ advice, information, furniture, news, work, cake, music. طبعا انت عارف كلمة furniture معناها أثاث، وكلمة news معناها أخبار. ناخد مثال a piece of advice نصيحة، a piece of cake قطعة من الكيك، a piece of furniture قطعة من الأثاث، a piece of information معلومة. رقم 2 كلمة a bit of نقطة صغيرة من أو حاجة بسيطة من. تستخدم مع إيه بقى؟ كلمة luck, help, advice, sugar, noise. مثال a bit of luck شوية حظ، a bit of help شوية مساعدة، a bit of sugar شوية سكر. طيب ثانيا أدوات بتدل على السوائل والمشروبات بنسميها liquid quantifiers. again liquid quantifiers يعني كلمات تجزئة للسوائل. زي كلمة إيه؟ a bottle of زجاجة من. نقول a bottle of water, a bottle of juice, a bottle of milk, a bottle of oil. زي ما اتفقنا إن oil معناها زيت. طيب تاني حاجة a glass of كوباية من. again a glass of. نقول a glass of water, a glass of milk, a glass of lemonade اللي هو الليمون. طيب تالت حاجة a cup of فنجان أو كوب من. نقول a cup of tea, a cup of coffee, a cup of hot chocolate كوب من الشوكولاتة الساخنة. طيب رابع حاجة a can of كان هنا معناها علبة صفيح، اللي انت بتقول عليها cans دي بس مفردها ايه؟ can. a can of علبة صفيح، a can of cola, a can of soda, a can of soup. طيب اللي بعد كده a drop of نقطة من، a drop of water, a drop of blood, a drop of oil. خلي بالك blood هنا معناها دم. ثالثا أدوات بتدل على الطعام وبنسميها food quantifiers. again food quantifiers. ناخد منها أول حاجة a slice of شريحة من. نقول a slice of bread, a slice of cheese, a slice of meat, a slice of cake. تاني حاجة a loaf of. again a loaf of يعني رغيف من. نقول a loaf of bread. تالت حاجة a part of. again a part of يعني قالب أو لوح من. a part of a chocolate, a part of soup يعني قالب أو قطعة من الصابون. رابع حاجة a bag of. a bag of يعني كيس من. نقول a bag of rice, a bag of sugar, a bag of flour, a bag of chips. خامس حاجة a box of. a box of علبة كرتون من. نقول a box of cereal, a box of chocolates. طيب رابعا أدوات بتدل على حاجات متنوعة. نقول إيه بقى؟ a jar of. again a jar of يعني برطمان من. a jar of honey, a jar of jam, a jar of pickles. طيب a jar of honey اللي هو برطمان من العسل، jam اللي هي المربى، pickles اللي هي المخلل. طيب تاني حاجة a tube of. a tube of يعني أنبوبة من. a tube of toothpaste, a tube of cream. طيب خلي بالك إن toothpaste اللي هو معجون الأسنان. بعد كده كلمة a bowl of. كلمة a bowl of طبق غويط من، بولة يعني. نقول a bowl of soup, a bowl of salad, a bowl of rice. طيب كلمة كمان بعد كده بنستخدم في الطعام. نقول a spoon of أو a spoonful of يعني ملعقة من. نقول a spoon of sugar, a spoonful of honey. كلمة كمان بعد كده a handful of. a handful of يعني حفنة من أو كمشة من. سهلة دي. a handful of rice, a handful of nuts,
a handful of sand. كلمة nuts اللي هي المكسرات. طيب كلمة كمان a drop of. a drop of يعني نقطة من. نقول a drop of oil, a drop of perfume, a drop of ink. ink هنا معناها الحبر. خامسا أدوات الكمية مع المفاهيم المجردة. المفاهيم المجردة اللي هي مفاهيم المشاعر والحاجات المعنوية، نقول عليها abstract nouns. نقول تاني abstract nouns. ناخد مثال نقول a piece of news, advice, information or a piece of good news. طيب ايه كمان؟ a bit of, help, fun, trouble, hope, a bit of fun. طيب كلمة trouble يعني مشكلة، تسوي كلمة problem. تمام؟ كمان حاجة an act of. طيب an act of kindness, an act of bravery. كلمة bravery اللي هي شجاعة، و kindness اللي هو الايه؟ العطف. طيب حاجة كمان a sense of humor. عنده حس ايه؟ فكاهي. في حاجة كمان a sense of responsibility اللي هي المسؤولية. عندنا كمان a feeling of يعني إحساس من. a feeling of love أو fear اللي هو الخوف. happiness السعادة. a feeling of fear يعني عنده إحساس أو مشاعر من الخوف.